السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من لمسة ولعبة. شفنا طبعا كلنا افتتاح كابتن الخطيب للفرع الخامس للنادي الأهلي في مدينة المنصورة الجديدة. والراجل طبعا في أول الافتتاح قال كلمتين حلوين كلمتين حلوين طبعا في حق الجهاز الفني المنتخب وأداء المنتخب في كأس العالم. احنا النادي الوطنية اللي مش بنطلع بنتريق على مدرب منتخب مصر، ولا بنتمنى له الخسارة عشان ما خدش لعيب من عندنا. اظن الرسالة وصلت. واكد كمان الكابتن الخطيب ان شاء الله هيكون في فروع تانية، في فرع في سوهاج هيتفتح في الاشهر القليلة القادمة. هو وضع حجر الاساس النهاردة في فرع المنصورة الجديد. نيجي بقى لكابتن مصطفى شوبير. لما كان امبارح مع عماد أديب سأله على الاحتراف وكده، قال له طبعا الحلم موجود، بس اهم حاجة هطلع من خلال النادي الاهلي وانا تحت امر النادي الاهلي. الادب والاحترام يعني يترخص في اخلاق مصطفى شوبير. راجل قالك طبعا الحلم موجود، وانا بتمنى اني اخرج بس من خلال النادي الاهلي. نيجي بقى لجون طلعت، جون ادوار والزمالك دلوقتي. كابتن جون طلعت، جون ادوار جون طلعت جون ادوار عاوز يبيع الكابتن حسام عبد المجيد. طب انت دلوقتي عندك وقف قيد تأديبي، ده لو انت مثلا يعني حليت كل مشاكل اللي عندك وقف قيد تأديبي لفترتين. انت دلوقتي هتبيع المدافع الاساسي بتاعك، هتجيب مكانه الزناري. كده يبقى عندك الزناري والونش، وعندك احمد حسام اللي هو راجع من صليبي، ده انت لسه مش عارف اساسا ايه مستواه. والمفروض اللي انت داخل دوري ابطال افريقيا ازاي؟ فهمني يعني، اقنعني. انت كده كده مش هتجيب صفقات، وعندك برضو مشكلة اللي انت تقنع فتوح هل هيكمل ولا لا. فتوح فاضله في عقده سنة، يحق له الامضاء لأي توقيع لأي نادي في يناير الجاي، يعني كلها 4 5 شهور ممكن يمضي لأي نادي تاني. ف الدنيا في الزمالك مش على ما يرام، واظن ان كل واحد بيتعامل من دماغه في مجلس الاداره. ف هنشوف الدنيا هتوصل معانا لايه. نيجي بقى على موضوع زيادة الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية. لجنة المسابقات طلعت للكاف وقالت له لا، أنا محضرة الجدول وسيستم الجدول اللي ما ينفعش من السنة دي نزود الفرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية. فلو كده من السنة الجاية نظبط الجدول وكده. فموتسيبي قال لهم هنبحث الأمور دي في الاجتماع الجاي اللي هو كمان يومين 3 في الاتحاد الأفريقي. يعني هو ما بين ما بين لأ. فالأهلي ينتظر المشاركة في دوري أبطال أفريقيا. لسه قرار ما حوسمش 100%. نيجي بقى للأخ أنفنتينو اللي راحت منه خالص. بيقول لك بيفكر اللي هو يخلي كأس العالم 64 فريق. 64 فريق يا حضرتك؟ ده هو 48 ودخل كرواساو مهيب عبد الهادي يقول لك كروسو.
هيجيب بقى الباتيه بقى والجبنة ونقعد بقى كده نفطر. لما هو 48 فرقة حضرتك وفرقة كرواسيه دي شاركت، هنستنى ايه يعني؟ بلطيم هتيجي تشارك في كأس العالم 64 فريق يا حضرتك؟ ده هو كان متعته ولذته لما كان 32 والفرق بتقطع نفسها في التصفيات عشان تروح. ايه بقى تاني يعني؟ نقلبها دورة رمضانية بقى، نجيب سلسل ليان وكوم حمادة اللي هم حضرتك يروحوا كاس عالم. انتوا بتفكروا ازاي يا جدعان؟ انتوا كده قلبتوها دورة رمضانية. ايه 64 فريق ده؟ يعني انا نفسي اشوف مين اللي بيفكر للناس دي. لا بجد، نفسي اعرف مين اللي بيفكر. هو بيبقى نايم كده يصحى الصبح 64 فريق، ينام تاني يصحى يقول لك كل فرق العالم. هو كاس عالم يبقى كل فرق العالم تلعب يا عم، مفيش حاجه اسمها تصفيات. ايه يابا؟ فين دي؟ اللي هو اهم حاجه الكتمنص. في ايه؟ شوف مع الراجل ده نروح معاه فين لحد فين. ده عم بيفتكس حاجات جديده في الكوره، يقول لك اللعيب اللي يحط ايديه على بقه ياخد انذار، ياخد انذار وممكن ياخد طرد. في ايه؟ في ايه؟ فاول في نص الملعب بيتحسب السيميليشن في عهد الراجل ده، بياخد انذار تاني ويطرد. في ايه؟ في ايه بجد؟ اقنعنا. انت غيرت في قوانين الكوره وغيرت في قوانين المسابقات. انا خايف الكرة تعمل لي بدل ما الكرة مدورة تبقى مربعة ولا مثلثة. ايه؟ ايه تاني هتعمل معانا؟ ايه تاني؟ حرام عليك. لا اله الا الله. استودعكم الله.